طيب بالنسبة للناس اللي هي عايزة تتخن، الناس الرفيعين اللي هم عندهم نحافة يعني، أول خطوة إن أنت تروح الجيم. تروح الجيم، سمعت صح. طيب بعد ما تروح الجيم، الفكرة من الجيم اللي هو بيخليك شهيتك تبقى مفتوحة، هتاكل أكتر ما أنت متعود تاكل. تمام، ودي بداية. على فكرة هو النحيف ده مش بياكل على مزاجه، مش بياكل أي حاجة من الشارع، والكلام ده غلط، مش صح. الصح إن أنت مثلا خمس ست وجبات في اليوم، ومعاهم تمرين طبعا في الجيم. وغير كده ان انت بتركز على الحاجات الصحية والحاجات اللي ما بتتحرقش بسرعة. حاجات صحية وحاجات ما بتتحرقش بسرعة، والسعرات الحرارية في كل الوجبات دي هتبقى عالية، لان انت كده كده الحرق بتاعك عالي، فمحتاج تاخد سعرات كتير. وسيبوكم العبط بتاعنا هاكل شيبسي وهشرب بيبسي وهشرب الحاجات واكل الحاجات اللي بتتخن، فكده هتخن وازيد. لا، انت ممكن يطلع لك كرش مثلا. فانت ظبط اكلك، كل اكل صحي، لازم تروح الجيم او لازم تلعب رياضة، لان الرياضة هي المفتاح الاول ان انت تخس او تزيد. اتمنى ان الناس كلها تكون استفادت النهاردة، والكلام يعني يكون بيشجع حد ان هو يكمل يعني او يعمل